نحن اليوم أمام سلطة خاضعة في لبنان لإملاءات العدو الصهيوني. بعدنا عم نشوف لهلا ممنوع الطائرات الإيرانية تنزل بمطار بيروت. ممنوع إيران تبعت أي تمويل لإعادة الإعمار. آه، حتى عم نشوف استنسابية أوقات ببعض القرى الجنوبية يعني عم بيصلى مواد غذائية وإلى آخره، وبعض القرى مسكر عليها كليا هذا الموضوع. نحن أمام سلطة خاضعة، برجع بقول أشرف لنا الموت على أن نعيش أذلاء مدى العمر. مش ضروري الواحد يكون عميل أوقات تيخدم العدو، في يكون غبي. نحن أمام مشكلة كبيرة في لبنان. هيدي بدها حل، لأنه إيران هي الدولة الوحيدة اللي صدقت مع الشعب اللبناني اللي فرضت وقف إطلاق نار. بس للأسف نحن في عنا سلطة انتزعت هذا الشيء وراحت تكبت حالها بحرج الإسرائيلي والأمريكي للأسف. بس نحن حنضل نقاوم إلى أبد الآبدين إن شاء الله. وكما قال يسوع المسيح: إن الراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل خرافه. ونحن ماشيين على درب يسوع المسيح إن شاء الله.